الوقت الطيور عندك بيكون قوامها اقوى كتير جدا من التربيه الفرديه، وصحتها بتكون اقوى يعني. بتحس ان الطير فيه عزم شويه عن الطيور الحبيسه او الطيور الموجوده في التربيه الفرديه. لذلك احنا بنوصي جدا في التربيه الفرديه يا جماعه تستخدموا اقفاص كبيره، اقفاص كبيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسعادة. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن التربية الفردية والتربية الجماعية. كل منها لها عيوب ولها مميزات هنتكلم عنها. هنبدأ بالتربية الجماعية. طبعا التربية الجماعية سهلة في التعامل ما بينك وما بين الطيور، ومجهودك بيكون اقل كتير قوي من التربية الفردية. وطبعا من مميزاتها برضو ان الفروخ اللي بتخرج بره الاعشاش كلها بتبدا تنزل على ارضيه السلاكه عفوا، وتبدا كل الطيور اللي موجوده اللي تحتها فروخ في نفس العمر تبدا تنزل تاكل كل الفروخ، ما بيتفرقش ما بين فرخ والتاني. ودي من مميزات التربيه الجماعيه. فبالتالي بتلاقي الفروخ اللي موجوده صحتها كويسه جدا، وفي نفس الوقت الطيور عندك بتكون قوامها اقوى كتير جدا من التربيه الفرديه، وصحتها بتكون اقوى يعني. بتحس ان الطير فيه عزم شويه عن الطيور الحبيسه او الطيور الموجوده في التربيه الفرديه. لذلك احنا بنوصي جدا في التربيه الفرديه يا جماعه تستخدموا اقفاص كبيره، اقفاص كبيره. لان بعض المربين بيقول لك لا ده طير صغير جدا، ليه احط لي كل المساحه دي؟ المساحه دي عشان تقدر يعني توصل بالطير بتاعك لمستوى كويس وصحه كويسه، الطير يبدا يتحرك بشكل كبير في القفص ويبدا يطير لمسافه، طبعا مش مسافه كبيره زي التربيه الجماعيه، ولكن برضه يكون وصل لمستوى افضل من الاقفاص الضيقه، يكون حركته فيها بسيطه، ما بياخدش حريته. في نفس الوقت الطير بتحس ان هو ضعيف وهزيل. يعني انت لو خدت طير من قفص صغير بقى تحطه في سلاكه هتلاقي طيرانه ضعيف، عصفور تقيل شويه. زي بالظبط الرياضه، يعني في حد بيلعب رياضه وفي حد ما بيلعبش، فبالتالي بيكون اللي بيلعب رياضه طبعا انشط دايما، في عنده عزيمه، لكن والعكس صحيح طبعا يعني. وده اهم من مميزات التربيه الجماعيه. طبعا في حاجه تانية، ان انت لو حابب تنتج طفره معينه بيكون صعب شويه في التربيه الجماعيه، ولكن بعض التركيبات تنفع، ولكن في حال انك وحدت الطيور الموجوده في السلاكه. بمعنى انا لو عايز انتج مثلا فول اورنج، فعندي مثلا ذكور في الاورنج، عندي مثلا 5 ذكور في الاورنج، وعندي 5 اناث هاف اورنج مثلا، وبحطهم في سلاكه كده. انا وحدت عفوا الطيور اللي موجوده في السلاكه بتاعتي، فكل الانتاج اللي هيطلع انا عارف مستواه هيكون عامل ازاي او شكله هيكون عامل ازاي. هو فول اورنج وهاف اورنج، طبعا المستوى بيختلف من طير للتاني، ده طبيعي جدا. لكن الانتاج خلاص معروف. لكن مش هحط مثلا ذكور فول اورنج مع نيتي هاف مع مثلا حاجات لايت باك عاديه مع بلاك شيك مع باستل، تلاقي خلاص كل الدنيا عندك باظ. لان التزاوج، ودي اكتر عيوب التربيه الجماعيه، التزاوج فيها بيكون عشوائي، مش زي ما انت عايز هتركب هتبدا طيور راكبه على بعضها. لا، في بعض الناس بتعمل حاجه بسيطه، وان هي بتجوز الطيور في قفص فردي مثلا الاول اسبوع ولا حاجه، تبدا الطيور تاخد على بعضها ويبدا يحطوا في السلاكه. بعض الازواج بتفضل زي ما هي، وبعض الازواج بتفك من بعضها وتبدا الطيور تاخد يعني الذكر ياخد نتايه ثانيه والنتايه تاخد ذكر ثاني، وبيحصل طبعا في تشعب وفي تزاوج غير صحيح تماما، والحاصل بتاعه بيكون طيور عاديه حامله لصفات انت في غنى عنها. فبالتالي موضوع التركيبات اصله هو التربيه الفرديه، ودي اكتر ميزه في التربيه الفرديه. طيب انا لو عايز اشتغل في تربيه جماعيه، ايه هي المواصفات اللي ممكن اشتغل فيها؟ انت حضرتك لو عندك غرفه مثلا 4x4 مثلا، حاول تقسمهم 4 سلكات. طب 4 سلكات ازاي؟
السلاكه هتعمل حضرتك متر عرض في 2 متر عمق وارتفاع، 2 متر عمق وارتفاع، كده انت عندك في غرفه واحده 4 سلكات. ممكن ال4 سلكات تحط في كل سلاكه نوعيه معينه. يعني انا عايز انتج مثلا فول اورنج، يبقى اول سلاكه هعملها فول اورنج، ثاني سلاكه انا عايزها باستل اخليها باستل، ثالث سلاكه اخليها فول بلاك، رابع سلاكه اخليها اي فئه تانية انت محتاجها، طبعا خلاف الطفرات اللي ما ينفعش تربى جماعيه زي طفره الايمو، ما ينفعش تربى في سلكات، لازم تربى في اقفاص فرديه. طيب هل دي تركيبه مميزه؟ تركيبه مميزه لو انت وحدت، او طريقه انتاج مميزه لو وحدت الطيور الموجوده في السلكات. يعني زي ما قلت طبعا انا عندي اول سلاكه عايز انتج فول اورنج، يبقى كل الذكور فول اورنج وكل الاناث هاف، او كل الذكور سريكام وكل الاناث هاف. في تلك الحالتين هتحصل على فول اورنج. طبعا هتحصل على حاجات مختلفه، كل ما قللت شويه المستوى الموجود عندك او قوه الطفره اللي موجوده كل ما تاخد نسب اكتر. يعني انا لو هنتج فول اورنج مع هاف يبقى عندي النسبه اللي هتحصل عندي هما حاجتين، يا اما فول يا اما هاف. لو سيريكام هاخد اكتر من حاجه، هاخد بلاك بريست، هاخد سيريكام، هاخد هاف، وهاخد فول اورنج، هاخد 4 احتمالات. فبالتالي في ناس او في بعض المربين عايزين يقصروا الطريق شويه، فبيحتاجوا ان هم يقول لك انا عايز اشتغل على الفول اورنج على طول، مش عايز اطلع غير فول وهاف بس. فبالتالي يبقى كل الانتاج عندك او كل التزاوج الموجود عندك فول مع هاف، فكل الانتاج بيطلع فول وهاف، مفيش اختلاف في الموضوع ده نهائي. السلاكه الثانيه عايز اخليها باستل مثلا، طبعا الباستل طفره سايده. ممكن طبعا اخلي كل الذكور برضو باستل وكل الاناث اي لون انت محتاجه، سواء فون، جراي، لايت باك، حسب التركيبه اللي انت عايز تشتغل عليها. المهم ان انت هتحصل في الاخر على الناتج اللي انت عايزه. لكن لو هشتغل على تركيبات بمواصفات قياسيه هنبدا نتجه على التربيه الفرديه. والتربيه الفرديه يا جماعه من اهم التربيات او اهم نوعيه في التربيه، واللي فيها يعني شغل كويس جدا وانتاج مميز جدا وصفات مميزه انت محتاجها او مطلوبه. ده بالنسبه للتربيه الفرديه. طيب ليه ما ينفعش في التربيه الجماعيه؟ زي ما قلنا التربيه الجماعيه يكون فيها تزاوج عشوائي، مش هقدر اتحكم في التزاوج. لكن في التربيه الفرديه خلاص انا عايز الذكر ده او الذكر ده يبدا ياخد النتايه دي، خلاص الموضوع منتهي، هبدا احط الجوز مع بعضه. طبعا بيحصل توالف خلال فتره ويبدا عمليه التكاثر. طبعا شايف مواصفات في الذكر والنتايه يتماشوا على بعض بحيث ان تحصل على هدف معين في دماغك. وسبحان الله لكل مجتهد نصيب طبعا، وربنا بيراضيك اكيد، وتلاقي ان في حاجه طلعت من الجوز ده او من التزاوج ده افضل من اللي انت كمان حاطه، يعني اكتر من الهدف انت حاطه في دماغك بيطلع اقوى من الهدف انت حاطه في دماغك. فسبحان الله دي حاجه بتاعت ربنا. ويعني انت عملت مجهود او بذلت مجهود مع الطيور فربنا بيراضيك بحاجه زي كده. طبعا عيوب التربيه الفرديه ومجهود، انت كمربي بتاخد مجهود كبير جدا، خاصه لو عندك عدد ازواج كبير. يعني انا لو قلت تربيه جماعيه احط في كل سلاكه حوالي 7 اجواز. انا في السلاكه مثلا اللي هي مترين عمق في ارتفاع في عرض متر، نحط فيها من 7 ل 8 اجواز، ما بنكترش عن كده. كل ما عدد زاد كل ما حصل مشاكل عندي في الانتاج. وطبعا العشوش بتكون على صف واحد داير في السلاكه بتاعتي. العشوش تكون على صف واحد ما بين عش والتاني 40 سم 40-50 سم، كويس جدا عشان ما يحصلش عندك مشاكل مع الطيور، يحصل فيه مشاجرات برضو. عدد قليل بس ممكن يحصل ليه؟ يحصل لو الاعشاش عش فوق بعضه مثلا يحصل مشكله، لو عش جنب بعضه يحصل مشكله. ليه بقول لك صف واحد؟ ان الطيور دايما بتدور على العش اللي فيه امان اكتر، تبدا تحط البيض بتاعها وتضع البيض بتاعها فيه. فبالتالي بقول لك خلي كله صف واحد، يبقى الطيور ما عندهاش خيار، يعني خلاص ومفيش اختلاف في الموضوع. طبعا ممكن تلاقي حاجات بسيطه لو عيش مثلا في ركن معين، يعني هو دايما العصفور بيدور على الامان، عشان يبدا يعشش بشكل طبيعي جدا. فبالنسبه للتربيه الفرديه بقى هنيجي طبعا قلنا مجهود فيها كبير شويه. طبعا انت لو في التربيه الجماعيه احنا قلنا كل سلاكه فيها 7 اجواز تقريبا، يعني او 5 اجواز، يعني عندك 4 سلكات
فيهم 20 جوز، ب 20 جوز اللي انا هربيهم في اقفاص، فعندي 20 قفص. 20 قفص هبدا اشتغل عليهم خدمه يوميا، هغير حبوب، هغير المسائي بتاعتي واشوف، وبرضه هبص على العشوش. انا بالنسبه لي ببص على العشوش بتاعتي يوم ويوم لا. طبعا ده بالنسبه للحاجات اللي فيها انتاج فروخ. لكن لو طير لسه في حصى، لا انا خلاص مجرد ما عرفت ان الحصى ده عمران ما بجيش جنبهم تاني، ابدا ابص على الحصى في ميعاد الفأس بتاعهم عشان بس اطمن على الفروخ بتاعتهم. في حاجات طبعا بتكون كبست مفيش مشكله، وفي بعض الفروخ بتكون كده بشكل طبيعي. المهم يكون متابعتك للطيور بصفه دوريه، وحاول تنظم لنفسك وقت او تعمل لنفسك جدول ان انت تتابع طيورك بيه. وطبعا بالنسبه للتربيه الفرديه انت تقدر تتحكم في التركيبات بتاعتك، تشتغل على حاجه انت محتاجها، طفره نادره، طير معين انت حابب ان انت بتنتجه من خلال التربيه الفرديه. بيكون صعب شويه في التربيه الجماعيه، زي ما قلنا احنا نحط طيور وفي التزاوج بيكون عشوائي، وحتى لو جوزنا في اقفاص برضه الطيور ساعات بتخش جوه وتبدا في السلكات الجماعيه تبدا تختلف، كل ذكر ياخد نتايه مختلفه وكل انثى تبقى تاخد ذكر مختلف. واللي احنا عملناه في ثلاجه صغيره او في قفص صغير ما كانش فيه نتيجه مميزه. ودي كان الفرق ما بين التربيه الفرديه والتربيه الجماعيه. المشكله الوحيده في التربيه الفرديه او اكتر مشكله طبعا هو المجهود المبذول فقط. المجهود المبذول، انا لو هخدم التربيه الجماعيه في 10 دقائق خدمه او نص ساعه في الطيور كلها او كل السلكات الموجوده عندي، لا انا ممكن اخد ساعتين مع الطيور الفرديه، ممكن اخد ساعتين خدمه مع التربيه الفرديه. ليه؟ طبعا زي ما قلت بغير حبوب، ببص على الميه بتاعت المسق الموجوده عندي، ببص على وشوش، ببص على الفروخ، ببدا ادبل الفروخ. طبعا في مجهود مبذول. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا وعرفنا الفرق ما بين التربيه الجماعيه والتربيه الفرديه. طبعا بالنسبه للشباب اللي بتربي طيور عاديه زي البلاك شيك مثلا، زي النورمال، زي البايض، زي الكريستات، حابب تربي جماعي رب جماعي ما عندكش اي مشكله. المهم ما تخلطش الدم مع بعض، بلاش خلط يا جماعه، خلط الدم مع بعضها. يعني ما تحطش بلاك شيك مع هافات او مع مثلا بلاك بريست مع مش عارف ايه مع كريستات مع باستل، فبتلاقي الطيور كلها انتاجها يعني مش ظريف، مش هتستفاد منه. احنا دي بالنسبه للطيور دي حاجات يعني شغلها شغل السوق. يعني انا محتاج الطيور ده عشان السوق، محلات تاخد من الطيور دي بتبدا هي تبيعها، او تجار بياخدوا الحاجات دي بيبداوا يبيعوها في السوق مثلا، بيكون سعرها بسيط، فده بيكون شغل سوقي شويه او شغل خاص بالسوق بتاعك. فانا بعمل سلكات مثلا 4-5 سلكات بحط فيهم طيور عاديه، مثلا طيور عاديه نورمالات مع فون مش مشكله، مع لايت باك مفيش مشكله برضو، لكن مش هحطهم مع بلاك شيك. البلاك شيك بخليه مثلا لوحده. لو في مثلا كريستات، انا عايز احط كريست مع اورا، ما احطش كريست على كريست. ما تحطش يا جماعه سائد، ما تركبش سائد مع سائد، سائد مع سائد بلاش. يعني ابعد عن التزاوج ده، لان يعني في نسبه 25% من كل بيضه. طبعا المعظم بيسمع الكلام ده ان 25% من الانتاج، وده طبعا معلومه غلط تماما. هي 25% على كل بيضه، يعني احنا نسبه البيضه 100% تتقسم على 4 يبقى 25%. نسبه حدوث ان الفرخ يطلع ميت داخل البيضه بسبب ان هو عامل قاتل، ان هو تزاوج كريست على كريست بيدينا حاجه دبل فاكتور، بيكون عامل قاتل، فبالتالي الفرخ بيموت داخل البيضه. ده بالنسبه للزبرة فينش يا جماعه، الموضوع ده بالنسبه للزبرة فينش. فالعامل القاتل ده بيكون على كل بيضه. يعني لو عندي 4 بيضات، لو انا بتكلم زي باقي الناس او بعض المربين اللي بيقولوا 25% من الانتاج، يبقى انا عندي كده، لو انا عندي 4 بيضات يبقى عندي بيضه اساسي بايظه. لا، هي مش كده. انا ممكن ال4 بيضات يبوظوا، يعني النسبه ممكن تيجي في ال4 بيضات، ممكن تيجي في بيضه واحده، ممكن ما تجيش خالص، ممكن ما تجيش في العش ده خالص، ممكن تيجي في العش اللي بعده في 3 بيضات، ممكن تيجي في بيضتين. فملهاش نسبه معينه، انت النسبه بتقسمها على البيضه الواحده. فسبحان الله، انا بالنسبه لي ساعات بجوز سائد على سائد، احنا بنقول لا، بس ساعات بضطر لده،
ساعات بضطر لده، وساعات بيكون عندي سبحان الله يعني يبقى سائد على سائد وتلاقيهم طالع لي 5 حصوات وكلهم طالعين. ده رزق بتاع ربنا يا جماعه. واحيانا تانية ازواج تانية برضه اكون مضطر ان اركب التركيبه دي، وابدا ابص الاقي فرخ واحده اللي طالع، وساعات الاقي العش كله كابس. فكل ده امور وارده ما بين الكريستاد وبعضها او السائد مع السائد في التربيه سواء جماعيه او فرديه. لكن السائد مع سائد بطفره مختلفه، يعني البلاك فيس طفره سايده مع الكريست مفيش اي مشكله، الانتاج بتاعك سليم 100%. هي الفكره كلها ان ما يكونش السائد من نفس الفئه من نفس الطفره، يعني ما احطش كريست مع كريست او بلاك فيس مع بلاك فيس او باستل مع باستل او جري شيك مع جري شيك. اي طفره سايده مع بعضها طبعا حاول تتجنبها بشكل كبير. اتمنى اكون افدتكم في الحلقه، انتظرونا ان شاء الله في حلقات تانية مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.